تسلل الإرهابيين في خضم هذه الموجات من الهجرة غير الشرعية، هل هو مجرد قلق أم ثمة لدى السلطات الجزائرية أدلة واضحة على وجود مخططات بالفعل قد تستهدف وتزعزع استقرار البلاد؟ لنا تجارب كثيرة أستاذ سامي مع هؤلاء المهاجرين. للأسف الشديد نحن نتعامل معهم من مبدأ إنساني. والجزائر لو تجول وتزور كثير من محافظات الجزائر خاصة الجنوبية وحتى في الشمال تجد الأفارقة بعائلاتهم يعني منتشرين، ولا أحد يقوم بمضايقة هؤلاء، وبعيدا عن أي أسلوب أو أي طريقة من العنصرية مع هؤلاء. لكن اليوم الخوف، كل التخوف هو عنده أبعاد أمنية. اليوم للأسف الشديد هذه الدول الثلاثة بوركينا فاسو والنيجر ومالي دخلت في أزمة وفي خلاف سياسي مع الجزائر. من يضمن لنا بأن اليوم لا يتم توظيف هؤلاء المهاجرين لضرب أمن واستقرار الجزائر؟ خليني أعطيك فقط مثال أستاذ سامي، أن المخابرات الجزائرية سابقا قامت بإحباط محاولة توظيف إرهابي سابق من المخابرات الفرنسية. يعني تصور الآن اليوم هؤلاء الآن أصبحوا في يد هذه الدول كوسائل للضغط ولتهديد أمن واستقرار الجزائر. فلا مجال للتراخي أو للتراجع في التعامل مع هذه التهديدات بالطريقة التي يخولها الدستور والقانون الجزائري. لكن في المقابل تبقى مسألة التعامل مع هؤلاء وفق القانون الدولي، وفق المواثيق، وفق المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشرف، خاصة منظمة حقوق الإنسان تشرف على عملية ترحيل هؤلاء، ويتم ترحيلهم في النهار يعني بتغطية إعلامية وبمواكب رسمية محمية من قبل قوات الأمن. على فكرة عملية ترحيل هؤلاء تتم تحت وصاية ومراقبة وزارة الداخلية. إذن كل الأمور مضمونة لهؤلاء مع الرعاية الصحية، مع تقديم كل المساعدات.